خوتي المغاربه، مرحبا بكم. واش بصح رئيس الرجاء البيضاوي محمد بودريقه هرب كما روجت العديد من الانباء؟ ما نعرفش واش هرب بصح ولا ماشي هرب. المهم منشور على العديد من الصفحات وتوصل في العديد من الروابط، بينها الرابط ديال الزميل مصطفى الفن كيقول انه هرب، ويقدر يكون ماشي هرب على انه مريض دار شي عمليه جراحيه، الله اعلم. اتصلت بالسي بودريقه بزاف د المرات، بغيت نتاكد بزاف وما جاوبنيش السي بودريقه. هذه غادي نمشي معكم دابا لواحد الواقعه هي اللي مهمه جدا خلاتني نهضر على بودريقه. بودريقه هو رئيس الرجاء، هو الامين العام ديال مجلس النواب المؤسسه الدستوريه، هو عضو المكتب السياسي ديال حزب الاحرار، حزب السيد رئيس الحكومه. دابا اخطر ما في القصه هذا الشيء اللي جبت لكم شنو هو انه هذا السيد هذا اثير حوله واحد الموضوع مهم في غايه الاهميه. ولكن ما هو مصير هذا الملف؟ شنو هو هذا الملف اخوتي المغاربه؟ في واحد الوقت 2014 ولا شحال هي غتدخل الخزينه ديال الرجاء اكثر من 3 ديال المليار، اكثر من 3 ديال المليار دخلت. المحامي ابراهيم الراشدي وهو ينوب على المنخرطين، واحد 7 المنخرطين مشاو وداروا واحد الدعوه وما جبدوش محمد بودريقه، ما سماوش، داروا دعوه. شنو كيطلبوا فيه؟ طالبوا القضاء يعطيهم خبره على الماليه ديال الرجاء، بغاو يعرفوا ديك 3 المليار فين مشات. واحد 200 مليون مشات بريمات، وواحد 40 شيك 40 شيك تصرف في النهار واحد اكثر من المليار. سمعوا ابراهيم الراشدي شنو كيقول. اذا سمعتوا السي ابراهيم الراشدي اش كيقول، ثم انهم النقطه الاخرى الخطيره جدا هو انه القضاء مشى السي ابراهيم الراشدي مشى للقضاء الاستعجالي، بغى خبره. القضاء في الاول دار الحفظ، من بعد القضاء قال دار عدم الاختصاص، والقضاء الاستعجالي عنده الاختصاص. سمعوا السي الراشدي اش كيقول. فقط طلبنا من القضاء الاستعجالي اللي المهمة الأساسية ديالو هو ينصفنا ويعين واحد الخبير للنظر في هذه النقطة فقط. مع الأسف القضاء الاستعجالي لم ينصفنا ل3 مرات. المرة الأولى قال رفض الطلب، ماشي احنا اللي درنا، كان محامي آخر. المرة الثانية درنا قال عدم اختصاص، تيقولنا ملي رفضنا الطلب شوية تيقول لك لا أنا ما مختصش، هذا من اختصاص صلب، اختصاص ديال القضاء الاستعجالي. إذا من خلال هذه المعطيات الخطيرة جدا، أولا النقطة المهمة واللي خصنا نطرحوا بها سؤال، شكون اللي كان آنذاك رئيس